كم مرة الموضوع ده حصل معايا مش عارف اعد الصراحة، بس لو الموضوع ده حصل معاك فانت فاهم كويس الهارت بريك اللي الواحد بيحس بيه لما بيشوف مسلسل هو منغمس فيه وشخصيات مندمج معاها وهم بيغوصوا في الوحل. الفيديو ده الغرض منه مش النقد، الغرض منه مش النقاش او حتى تقديم قائمة توب 10 مسلية. الفيديو ده الغرض منه هو حماية الناس من الاحباط اللي انا حسيت بيه مع المسلسلات دي. في الفيديو ده انا هعمل لكم خدمة، هقول لكم على 10 مسلسلات انا شفتهم وكنت حاببهم جدا، وهقول لكم توقفوا المشاهدة فين بالظبط علشان ما تكرهوش المسلسلات دي زي ما انا كرهتها. ببساطة هقول لكم اخر سيزن حلو في المسلسل والمسلسل بطل يبقى حلو من بعده. دول افضل 10 مسلسلات، اوعى تكملهم لاخرهم لو عايز تفضل تستمتع بيهم. المعيار الوحيد اللي هحاول التزم بيه في القائمة هو ان السيزن اللي هتقف عنده ده لازم يكون بيقدم نوع ما من الكلوجر، يعني نهاية مرضية الى حد ما ممكن تقف عندها وتحس ان القصة خلصت. طبعا انا مش هحرق اي حاجة من المسلسلات دي لان الهدف من الفيديو اساسا هو اني اساعدك تستمتع بيهم. فخلونا نبدأ القائمة مع المركز العاشر واللي هحط فيه مسلسل ويست وورلد. المسلسل ده لما تم الاعلان عنه من HBO في 2015 الناس كانت متشوقة جدا، وده لأسباب كتير. المسلسل هيبقى مبني على فيلم قديم بنفس الاسم، فكرته كانت حلوة قوي، قصة خيال علمي مستقبلية عن مدينة ترفيهية الثيم بتاعها هو الوايلد ويست ومليئة بالروبوتات اللي شبه البشر بالظبط. زوار المدينة دي يقدروا يشبعوا كل رغباتهم ونزواتهم في الروبوتات دي بدون أي عواقب، لأن الفكرة هي إن الروبوتات دي ما عندهاش مشاعر ولا وعي. ولا ايه؟ فكرة مثيرة جدا للاهتمام، وضيف عليها ان HBO هي شبكة سمعتها في السماء، الكاست كان فيه اسماء مهمة، والبرودكشن كواليتي بتاعت المسلسل كانت بتقول ان احنا داخلين على حاجة نظيفة قوي. وبالفعل المسلسل بيعرف يقدم الموسم الاول منه بطريقة جميلة مع نهاية رائعة وملحمية. نقف هنا بقى؟ لا، ازاي؟ تعالوا نقدم موسم ورا موسم من القصص المملة اللي ملهاش اي لازمة لحد ما كل الناس اللي كانت بتحب المسلسل تكرهه، واخيرا يتم كنسلته سنة 2022 بعد 4 مواسم. نصيحتي ليك اقف بعد الموسم الاول، اعتبر ان القصة خلصت، واوعدك انك هتحب المسلسل وهتلاقي نفسك مبسوط بيه جدا. رقم 9 على القائمة هو مسلسل جيسيكا جونز. حاليا عالم مارفل السينمائي أصبح واسع بشكل يخلي مستحيل حد جديد لسه عايز يبدأه يقدر يتفرج على كل إصداراته. فأفضل طريقة ممكن تتعامل بيها حاليا مع الMCU هي إنك تعامله على إنه فقاعة كبيرة جواها فقاعات صغيرة، وتحاول تشوف أي من الفقاعات الصغيرة دي أنت مهتم بيه. من ضمن الفقاعات دي هو ما يطلق عليه ستريت ليفل مارفل، يعني قصص الأبطال الخارقين اللي على مستوى الشارع اللي بيتعاملوا مع عصابات ومجرمين وقتلة متسلسلين وهكذا. ومن ضمن اهم ابطال الستريت ليفل دول هي جيسيكا جونز. جيسيكا جونز ظهرت في عدة اصدارات من الMCU زي ذا ديفندرز ودير ديفل بورن اجين، مما بيؤكد على اهميتها. فلو عايز تعرف اكتر عنها طبعا لازم تشوف المسلسل الخاص بيها. لكن للاسف مسلسل جيسيكا جونز بالرغم من تقديمه لموسم اول رائع مليان تويستات مثيرة وعدو رئيسي مسلي جدا، المواسم اللي تلته كانت بتعاني من دروب واضح في جودة الكتابة. نصيحتي ليك هي لو عايز تستمتع بمسلسل جيسيكا جونز اقف بعد الموسم الأول. الموسم الأول كافي علشان يقدم لك شخصية جيسيكا بشكل بيسلط الضوء على طباعها وقدراتها وتاريخها، بل وكمان علاقتها مع لوك كيج اللي يبقى بطل آخر مهم من أبطال الستريت ليفل. رقم 8 هو مسلسل The X-Files. مسلسل أيقوني متأكد ان مفيش حد ما سمعش عنه، بس متأكد برضو ان ناس كتير بالأخص من الأجيال الجديدة ما شافوهوش، وده بحكم انه قديم وطويل جدا، حاجتين بيخلوا الناس يترددوا. فلو انت من الناس دي الفيديو ده علشانك. انا هقولك بالظبط ازاي تستمتع بمسلسل The X-Files علشان تفهم هو ليه أيقوني كده من غير ما تحس بأي ملل او ضجر. اول حاجة خليني اشرح لك ليه المسلسل ده على الأقل في
في بدايته كان محبوب جدا. قصة المسلسل بتدور حوالين عميلين FBI، فوكس مولدر واللي يبقى مؤمن بالظواهر الخارقة وبمؤامرة حكومية بتحاول تخبي وجود الكائنات الفضائية، ودينا سكالي واللي تبقى شخصية عقلانية وبتشكك في نظريات المؤامرة أو أي ادعاءات عن فضائيين أو ظواهر خارقة عن الطبيعة. القضايا اللي كانوا بيحققوا فيها سوا كان فيها أفكار مثيرة قوي، والديناميك المميز بين مولدر وسكالي كان مخلي تعاملهم مع القضايا دي ممتع جدا. المسلسل بيفضل ممتع إلى حد كبير لحد الموسم الخامس، واللي كان مخطط يبقى الموسم الأخير، لكن كالعادة النتورك بتطالب بالمزيد من المواسم علشان يحلبوا شعبية المسلسل. النتيجة هي إن كل موسم من بعد الموسم الخامس أصبح مهزلة أكتر من اللي قبله. كل شوية قصص بتعارض القصص اللي قبلها، وفوق كده كمان حصل دراما قانونية بين الممثل بتاع مولدر وصناع المسلسل، وشالوا شخصية مولدر خالص من المسلسل، وحاجات غريبة جدا. المسلسل اتكنسل عند الموسم التاسع وفضل سنين محطوط في الدرج لحد ما أخيرا عاد من جديد بموسم 10 و11 علشان يفاجئنا بأعفن موسمين في المسلسل كله. فنصيحتي لأي حد عايز يشوف المسلسل ده، اقف عند الموسم الخامس واتفرج على فيلم فايت ذا فيوتشر اللي أحداثه بتقع بعد سيزن 5 مباشرة. اوعى تتفرج على أي حاجة من بعد النقطة دي علشان تحافظ على حبك للمسلسل وتحافظ على مرارتك برضو. ولو عايز تجربة مركزة أكتر من كده كمان، جرب زور الصفحة دي على ويكيبيديا، واللي هتلاقي فيها قائمة بالحلقات المهمة فقط اللي بيتقال عليها ميث ارك ابيسودز، يعني الحلقات اللي بتساهم في القصة الأساسية المركزية بتاعت المسلسل بدون الحلقات اللي فيها حشو أو قصص جانبية. لو عملت كده هتشوف أقل من 40 حلقة وهتستمتع جدا بذا اكس فايلز وهتاخد منه كل اللي ممكن تعوزه. رقم 7 هو مسلسل هيروز. انتوا مش فاهمين انا كنت بعشق المسلسل ده ازاي في فترة مراهقتي. هيروز بيتكلم عن ناس في اماكن مختلفة على الكوكب بيكتشفوا انهم عندهم قدرات خارقة، وبنشوف ازاي كتير منهم بطريقة او باخرى بيتعاونوا علشان يوقفوا كارثة ممكن تتسبب في مقتل عدد مهول من الابرياء. دي كانت قصة سيزن 1، قصة واضحة المعالم ليها بداية ونهاية، وكل حاجة كان متخطط لها ومعمول لها فورشادوينج بالمسطرة. سيزن 1 كان مليان كل حاجة ممكن حد يعوزها من مسلسل زي ده، غموض، اكشن، تشويق، دراما، وحتى كوميديا. القصة كان مخطط ليها تنتهي بعد سيزن 1 والمسلسل يكمل بعد كده كأنثولوجي سيريز، يعني كل سيزن ليه قصة مختلفة بشخصيات جديدة. لكن بعد النجاح الساحق اللي سيزن 1 حققه بفضل شخصياته المميزة، جه الفلحوص ابو بدلة بهوايته المفضلة، الحلب. القناة ضغطت على صناع المسلسل انهم يبقوا على نفس شخصيات سيزن 1 علشان يستغلوا شعبيتهم المرتفعة، واتعمل 3 سيزنز بعدها كل سيزن أسوأ من اللي قبله. ليه؟ لأن الشخصيات دي اجبروا على انهم يبقوا جزء من قصص مش معمولة ليهم. الشخصيات باظت، القصص باظت، والمسلسل باظ لحد ما اتكنسل. نصيحتي لأي حد ما شافش المسلسل ده، شوفوا سيزن 1 فقط. كل السيزنز اللي بعدها ملهاش اي لازمة وما كانش مخطط ليها اصلا، يعني سيزن 1 بينتهي بنهاية مرضية بنسبة 100%. رقم 6 هو مسلسل سوبرناتشورال. مثال اخر لمسلسل كنت مهووس بيه في فترة مراهقتي، ومتهيألي مفيش حد ما يعرفوش لانه فضل شغال 15 سنة، فاللي هو في بتاع 3 اجيال اتفرجوا عليه. زي ما عارفين المسلسل بيحكي عن 2 اخوات شغلتهم انهم صيادين بيصطادوا الكائنات الخارقة عن الطبيعة اللي ممكن تأذي البشر، زي الاشباح والوحوش والشياطين والحاجات دي كلها. بس بجانب الطبيعة المتنوعة للحلقات اللي كانت بتقدم خطر جديد كل حلقة، كان في قصة شاملة محددة المعالم ليها علاقة بالأخوين نفسهم ودورهم جوه مؤامرة كبيرة ليها تداعيات شديدة الأهمية على مصير العالم أجمع. القصة الشاملة دي بتتبلور على مدار 5 مواسم كان مسؤول عنهم إريك كريبكي. كان ليه رؤية معينة، كان في قصة معينة عايز يحكيها وفضل يبنيها على مدار كذا سيزن، وأخيرا القصة بتوصل لنهاية مؤثرة جدا مع آخر حلقة من سيزن 5. المسلسل يخلص بقى، صح؟
كريبكي نفسه مشي من المسلسل بعد ما خلاص خلص قصته، وكتاب آخرين هم اللي مسكوا المسلسل بشكل رئيسي وفضلوا يحلبوا فيه لمدة 10 مواسم زيادة. 10 مواسم من الحلب واللت والعجن والقصص المتعادة. لو بطريقة ما لسه ما شفتش المسلسل ده وعايز تشوفه، أنصحك تقف بعد سيزن 5. النهاية بتاعته هي النهاية اللي كانت مخططة للمسلسل. للأسف القناة المسؤول عن المسلسل أجبروا الكتاب يحطوا كليف هانجر غلس في نهاية سيزن 5 علشان يبرروا تجديده لموسم سادس، بس انت ممكن تتجاهله عادي وهتحس انك راضي عن القصة برضو. رقم 5 هو مسلسل ديكستر. ده بقى حالة مميزة شوية، لأنه على عكس أغلب المسلسلات اللي على القايمة، ده مسلسل لسه شغال، أو بالأصح اتعمل مسلسل آخر تكملة ليه. المسلسل الأصلي اللي هو عنوانه كان ببساطة ديكستر كان لوز أدابتيشن من سلسلة الكتب اللي كتبها جيف لينزي، يعني واخد منها الشخصيات والفكرة الأساسية، لكن في تغييرات كتير في القصة نفسها. الشو رانر اللي كان ماسك المسلسل اللي هو كلايد فيليبس واضح انه كان واحد بيفهم، لان المسلسل في بدايته كان تحفة مذهلة من الكوميديا السوداء والدراما والتشويق. كلايد فيليبس مشي بعد سيزن 4، والنتورك جابوا كتاب اخرين يحلبوا المسلسل لمدة 4 مواسم اخرين. حذروا فزروا ايه اخر موسم كان حلو بالظبط. الموسم الرابع كان آخر موسم عليه القيمة، وكل المواسم اللي بعده كان كل واحد أسوأ من اللي قبله، لحد ما المسلسل خلص على واحدة من أسوأ النهايات في تاريخ المسلسلات. لحسن الحظ كلايد فيليبس قام بإعادة إحياء ديكستر مع مسلسل ديكستر نيو بلاد وديكستر ريزركشن، واللي بيكملوا القصة بدل النهاية الجربانة بتاعت المسلسل الأصلي، وحتى الآن الناس مبسوطة بالتكملة دي. علشان كده المسلسل ده حالة خاصة شوية على القايمة. أنا ممكن أنصحك توقف بعد سيزن 4، بس للأسف لو عايز تشوف المسلسلات المكملة الجديدة فلازم تشوف الحاجات السيئة اللي في النص، يا إما بقى تشوف سيزن 4 من ديكستر، تتفرج على تلخيص سريع على يوتيوب لسيزن 5 و6 و7 و8، وبعدين تشوف المسلسلات الجديدة. رقم 4 على القايمة هو مسلسل The Walking Dead. للأسف واحد من أسوأ الأمثلة على القايمة، بالرغم من أنه كان عنده البوتنشل أنه يبقى واحد من أفضل المسلسلات على الإطلاق. أولا الكوميكس اللي مبني عليها المسلسل واللي بتحمل نفس الاسم هي واحدة من أجمل الكوميكس اللي قريتها في حياتي. كل اللي صناع المسلسل كانوا محتاجين يعملوه هو أنهم يتبنوا الكوميكس زي ما هي. ده كل اللي كانوا محتاجين يعملوه، وأكد لكم من واحد قرأ الكوميكس كلها، المسلسل ده لو كان مشي على الكوميكس بحذافيرها كان هيبقى من اعظم انتاجات التلفزيون على الاطلاق. الصراحه تتقال هو ما كانش ماشي مع الكوميكس من اول موسم، من اول حلقه، والمسلسل كان عامل تغييرات جذريه في القصه والشخصيات، بس على الاقل على مدار اول موسمين المسلسل كان تحت اخراج واشراف مخرج متميز جدا وهو فرانك دارابونت. للاسف بعد موسم اول رائع القناه قررت تجبر صناع المسلسل على مضاعفه عدد الحلقات في الموسم الواحد بدون زياده في الميزانيه. لما فرانك دارابونت اعترض رفضوه وجابوا ناس تانية مشيوا على استراتيجية مط القصة على عدد كبير من الحلقات بدون داعي. النتيجة هي فيلر كتير جدا وسيء جدا، قصص متعادة وتغييرات غبية لقصة الكوميكس ومصير الشخصيات بدون تخطيط واضح. The Walking Dead فضل يقل في الجودة موسم بعد موسم لحد ما وصل لمرحلة هزلية. نصيحتي لأي حد مهتم بالسلسلة دي اتفرج على أول 2 سيزونز فقط، وبعدين اقرا الكوميكس كلها. اول 2 سيزونز كانوا تجربة حلوة قوي وهيشجعوك تقرا الكوميكس اللي هي بدورها واحدة من اجمل القصص اللي ممكن تقراها. رقم 3 هو مسلسل ترو ديتكتيف. ده مسلسل انثولوجي موسمي، يعني كل موسم قصة منفصلة بطاقم شخصيات مختلفين حتى لو كانوا بيتشاركوا نفس العالم. ربما المشترك بين كل موسم هو ان القصة بتتناول محققين بيحققوا في جريمة معقدة، معطيات تبان بسيطة في ظاهرها، لكن بالرغم من كده الموسم الاول من ترو ديتكتيف كان معجزة تلفزيونية بمعنى الكلمة. القصة، الشخصيات، الغموض، الاخراج، اداء الممثلين والكيمستري الخارقه اللي بينهم حاجه ما ينفعش يتقال عليها غير انها السحر. انا ما عنديش فكره ليه المسلسل ما عرفش يعيد السحر ده في المواسم التاليه، ربما بسبب ان السيزون 1 كله تم كتابته من قبل شخص واحد وكل حلقه تم اخراجها من نفس الشخص، بالتالي كان في رؤيه موحده خلت القصه متماسكه شويه على عكس باقي المواسم اللي كان فيه تعدد للمخرجين. مش عارف. المهم ان سيزون 1 هو تحفة فنية بمعنى الكلمة، بس الخبر الوحش هو انه
انه ما تكررش تاني. سيزن 3 كان حلو مش وحش خالص، فلو عايز تشوف سيزن 1 وتتخطى سيزن 2 وتخش على سيزن 3 اعتقد ده هيبقى افضل حاجة فعلا، خصوصا ان كل موسم ليه قصة منفصلة فما فيش اي حاجة هتفوتك. انا لسه ما شفتش سيزن 4 ومش متفائل ناحيته خالص، بس لو حد شافه يعرفني في الكومنتات يستاهل المشاهدة ولا لا. رقم 2 على القائمة هو هاوس اوف كاردز، مثال آخر لمسلسل اتحول من عظمة إلى مهزلة. مش اتحول لمسلسل أقل جودة شوية أو حتى مسلسل وحش، لا اتحول لمهزلة. المسلسل في أول موسمين منه بيقدم لنا شخصية فرانك أندروود، سياسي أمريكي استغلالي عنده استعداد يعمل أي حاجة علشان يحصل على السلطة والقوة، أي حاجة مهما كانت غير أخلاقية أو بشعة. الدراما السياسية اللي شفناها بتتكشف على مدار السيزون 1 و 2 اللي بنشوف فيهم فرانك عمال يتسلق المناصب السياسية لمنصب أعلى فأعلى. كانت رحلة في قمة العظمة، ونهاية سيزن 2 كانت في رأيي نهاية ممتازة، وكنت أتمنى إن المسلسل يقف عندها لأنها كانت من ناحية مرضية جدا، وبرضه لأني كنت عارف إن القصة هتروح في داهية بعد كده، لأن ده اللي حصل مع مسلسل هاوس اوف كاردز البريطاني اللي برضه قصته راحت في داهية لما حاول يمطها لبعد الموسم الثاني. للأسف المسلسل كمل، وبالرغم من إن سيزن 3 و 4 و 5 ما كانوش كارثيين إلا إنهم ما كانوش في جودة أول سيزنين، لكن الضربة القاضية فعلا جات لما تم رفض كيفن سبيسي اللي بيلعب دور فرانك أندروود بعد ظهور اتهامات ضده بالاعتداء الجنسي. المسلسل بدل ما يقف لا اتعمل سيزن سادس من غير كيفن سبيسي خالص، سيزن كامل من غير الشخصية الرئيسية بتاعت المسلسل. النتيجة كانت حاجة وحشة بطريقة أنا مش قادر أوصفها. كل اللي أقدر أقوله إني كنت حاسس إني بحلم بفيفر دريم وأنا بتفرج على الفينالي من كتر ما أنا مش مصدق اللي شايفه. نصيحتي لأي حد عايز يشوف المسلسل ده، اقف بعد سيزن 2. نهاية سيزن 2 مثالية، وهي في رأيي كان اللي المفروض المسلسل يقف عندها. قبل ما نتنقل للمركز الأول خليني أجيب سيرة مثال جدير بالذكر، وهو مسلسل ذا بويز، بس ما كانش ليه مكان على القائمة لسبب بسيط، وهو إنه مفيش أي وقت معين في المسلسل تقدر تقف عنده ويديك كلوجر. هو قصة واحدة كاملة، ما ينفعش تقف في أي حتة في النص من غير كليف هانجرز أو ستوري لاينز مش كاملة بشكل صعب تجاهله. لكن لو أنت مش بتمانع الكليف هانجرز خالص فأنصحك تشوف ذا بويز لحد سيزن 3 فقط. سيزن 4 و 5 سيئين جدا، والنهاية كانت زي الزفت. أخيرا رقم 1 على القائمة هو المسلسل اللي حصل له أسوأ فول فروم جريس في تاريخ المسلسلات كلها، أسوأ مثال على الإطلاق وأكثرهم إحباطا، جيم اوف ثرونز. الصراحة أنا ما بحبش أتكلم عن جيم اوف ثرونز لأن الموضوع مؤلم جدا بالنسبة لي. ده يقول لكم قد ايه انا كنت بحب المسلسل ده. زي ما كتير منكم عارف اوريدي المسلسل ده مبني على سلسلة كتب اسمها A Song of Ice and Fire، مخطط ليها انها تتم على 7 كتب. الكاتب كتب منهم 5 وبعدين عطل، مش عايز يخلص الكتابين اللي ناقصين. ناس كتير بتلوم سقوط المسلسل على ان السورس ماتيريال خلصت منهم يا عيني، لكن في الحقيقة مش ده فقط السبب. المسلسل انهار من قبل ما السورس ماتيريال تخلص بكتير. انا قريت كل الكتب وبقول لكم الكتاب الرابع والخامس حوالي 80% منهم اتحذف من المسلسل. يعني هم ما كانش عندهم سورس ماتيريال كفاية، بس حسوا انهم يقدروا يحذفوا 80% من الماتيريال اللي معاهم. ازاي؟ معرفش. لما جيم اوف ثرونز كان ماشي مع الكتب الى حد كبير، كان افضل شيء على شاشة التلفزيون، مفيش حاجة كانت احسن منه. ولما قرر يتخلى عن الكتب تماما وجوز البهايم دول بدأوا يتفننوا من نفسهم، المسلسل اصبح من اسوأ الحاجات اللي ممكن حد يشوفها. لو انت محظوظ انك ما شفتش جيم اوف ثرونز وما حصلكش الهارت بريك اللي حصل لنا ده، فانا نصيحتي ليك انك تقف بعد سيزن 4. هو القصة ما بتنتهيش بشكل قاطع، ولكن مع نهاية سيزن 4 تقريبا كل الشخصيات الستوري لاين بتاعهم بيوصل لمرحلة مرضية جدا ممكن الواحد يقف عندها عادي. هو كده انصحك اكيد تقرا الكتب كلها لانها من اجمل اعمال الابيك فانتسي اللي شفتها في حياتي، بس لو بتكره الكليف هانجرز فساعتها ممكن انصحك تعمل مع الكتب نفس الحاجة، تقرا اول 3 كتب بس، لانهم برضو بيقفلوا كتير من القصص بشكل مرضي الى حد كبير. بكده بتنتهي القائمة. اعذروني لو كنت عنيف شوية فيها، بس معظم المسلسلات دي انهيارهم زعلني جدا بشكل شخصي. اتمنى تكونوا استفدتوا برضو بالنصايح اللي في الفيديو، وطبعا مرحب بأي آراء عايزين تشاركوها معايا في التعليقات، واكيد ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتابعوني برضو على قناة ستوري تايم. شكرا للمشاهدة واشوفكم الفيديو الجاي.